السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستر أسامة يحييكم على برنامج ستيب باي ستيب تعلم اللغة الإنجليزية، استكمالا للحلقات الحلقات اللي احنا قدمناها، خاصة الحلقة السابقة اللي بتتكلم على موضوع اسأل باللغة الإنجليزية، وكلمنا عن أداة السؤال الأولى اللي هي what، ونفكركم إن what معناها ما أو ماذا، وضربنا أمثلة بحيث إنه لو حد سألنا في الشارع أجنبي سائح بيسأل أنا عاوز، بقول له الأول اسمك إيه وجهتك، عاوز تروح فين، بتعمل إيه. فدلوقتي لاستكمال هذا الأمر، أنا كنت وعدتكم إن إحنا هنخصص حلقة لكل أداة من أدوات السؤال باللغة الإنجليزية. وعشان نذكركم تاني إن ابتدينا الموضوع أهو زي ما واضح قدام حضراتكم، إن إحنا اتكلمنا عن معنى أداة السؤال what اللي بتقول ما أو ماذا. أول سؤال ودارج ومعروف لكل المبتدئين what's your name. واحد وقفني فأنا بسأله الأول اسمك إيه؟ what's your name. بيرد عليا بيقول لي my name is علي أحمد. أي اسم بقى بيتحط هنا، ببدأ معاه بقول له طيب ماذا تريد؟ what do you want. تريد إيه؟ ماذا تريد؟ هيقول لي I want to go to the station. على سبيل المثال إنه أجنبي مثلا بيتكلم معايا يقول لي أنا عايز أروح المحطة. ممكن يسألني سؤال يقول لي what time is it، الساعة كام دلوقتي؟ أقول له it's 6 o'clock it's 7 o'clock it's 8 o'clock على حسب توقيت الساعة اللي قدامي معايا وبرد عليه. واتكلمنا قبل كده على سؤال دارج معروف برضو آخر يشبه السؤال بالظبط وعلى نفس وتيرة السؤال what's your name. سؤال بيقول what are you doing، ماذا تفعل، ماذا تفعل، ماذا تفعل. فبيقول I reading a book، أنا أقرأ كتاب، أو I watching the television، أو I playing football، يقول الفعل اللي هو بيفعله. طيب وعشان نلجأ لأدوات الأسئلة بقى ونكملها، احنا النهاردة عندنا برضو على نفس المثال أجنبي قابلني في الطريق بعد ما سألته اسمك إيه، فطبعا بقول له أنت عايز تروح فين. طيب إيه أداة السؤال اللي بنسأل بيها عن المكان؟ فكروا معايا كده شوية. سؤال بيبقى إجابته المكان، أنا بقول المكان، إيه المكان اللي أنا عايز أروحه. ففي أداة سؤال بسيطة أهي، خلوا بالكم منها، فكروا كده معايا يا ترى هتبقى أداة سؤال بتقول إيه. هنقول أداة السؤال اللي بتسأل عن المكان هي where. where أين، أين، أين. يبقى لما واحد يقول أين، أين ستذهب؟ هيقول المكان. أين تعيش؟ هيقول المكان. أين تريد أن تذهب؟ هيقول المكان. أين تقضي الأجازة؟ هيقول مكان. أين ستؤدي التمرين؟ هيقول المكان. يبقى هي اسمها where، أداة السؤال where. where أين، هنا السؤال عن المكان. وهنضرب أمثلة بسيطة أوي. يجي أجنبي أو أي شخص آخر أنا عايز أقول له أنت بتعيش فين؟ where do you live، أين تعيش. where do you live، أين تعيش، أو بمعنى صح أين تقيم، أنت بتعيش فين، أنت عايش فين. هياخد I، بقول له أنت، يبقى بالتالي في إجابة السؤال هتتحول إلى I، بيتكلم عن نفسه. يقول I live in Cairo، أنا بعيش في القاهرة. ممكن يغير المكان، I live in Alexandria، I live in فرنسا، I live in London، I live in USA أمريكا. يعني المكان أنا بقوله، وده حسب المكان اللي أنا عايش فيه، سواء بلد سواء قرية سواء محافظة، على حسب المكان اللي أنا عايش فيه فعلا. طيب هنسأل الأجنبي ده هنقول له طيب where do you want to go،
where do you want to go؟ أين تريد أن تذهب؟ طب أنت عايز تروح فين؟ where لازم أقول له أنت عايز تروح فين؟ أين تريد أن تذهب؟ هيجاوب، هنشيل أداة السؤال ودو كفعل مساعد وهتتحول يو، لأن أنا بقول له أنت يبقى لازم يقول لي يقول لي أنا. هيقول I want to go to the hotel. أنا عايز أروح الفندق. أنا عايز أروح الفندق. ممكن نشيل الفندق دي. واحد مصري مثلا يقول لي I want to the cinema. I want to go to the garden. I want to go to the مثلا hospital. المكان مفيش فيه قيد عليا، بس هو لما بيتسأل بوير لازم يبقى الإجابة فيها مكان. لازم الإجابة يبقى فيها مكان محدد بيقول إحنا عايزين نروح فين. Where do you want to go? I want to go to the hotel. طبيعي لو أنا بسأل أجنبي طبعا هو أول حاجة يسأل عليها فندق عشان يقيم فيه، يبتدي يبتدي ينفذ رحلته وبرنامج اللي هو جاي عليه. طيب سؤال عادي بقى، أنا بسأل بقى أي واحد بقى بقول له Where will you go at the night؟ هتروح فين بالليل؟ أين ستذهب هذا المساء؟ أين ستذهب هذا المساء؟ هيقول I will go to the cinema. أنا سأذهب إلى السينما. غير المكان. I will go to the garden. I will go to visit my friend. I will go to the hotel. I go to the club النادي. المكان. وتلاحظوا ان where هنا اهي من اول صفحة فوق اهي انها أداة سؤال المكان. يبقى انا عرفت ما وماذا. تسأل على ما اسمك، ماذا تريد، وأداة السؤال بتاعتها what. where أداة السؤال اللي بنسأل بيها عن المكان. أنا عاوز مكان محدد فلازم أسأل بوير. where do you live؟ where do you want to go؟ where will you go at the night أو at the morning؟ أقدر أنا أطور في السؤال وأحور في السؤال وأغير فيه على حسب زمان السؤال، على حسب وجهة السؤال، على حسب الشخص اللي قدامي وأنا بسأله وبطلب منه أنت عاوز إيه. where تاني بكرر أهو where أداة السؤال التي تسأل عن المكان في اللغة الإنجليزية. where أين where do you want to go؟ where do you live؟ طبعا أنا شايف المسألة سهلة خالص، ونقدر إن إحنا نستعمل أدوات الأسئلة ديت بسهولة عشان نقدر نكون سؤال ونقدر نخش في المحادثة بالإنجليزية بوجه بسيط، ونقدر نتعامل مع أي ظرف إحنا ممكن نتحط فيه بحيث إن أنا أقدر أخرج من أي مشكلة أو أخرج من أي مسألة يسألني بيها أحد الأجانب اللي إحنا ممكن نقابلهم، عشان يبقى سعيد ويحس إن إحنا كلنا بنقف معاه وبندله على الطريق أو بندله على سؤاله وبنسهله أي صعوبة يجدها أثناء وجوده في مصر. ده اللي حبيت أقوله، وإن شاء الله قريبا هنخش برضو في استكمال أدوات السؤال. هناخد تكملة أدوات السؤال في اللغة الإنجليزية. راجيا اللي فاتوا الحلقة الأولانية يرجع ويشترك ويقوم بالمشاهدة ويشاهد هذه الحلقات أو الحلقات السابقة عشان يبتدي يتواصل معنا ويخش معنا في فهم أدوات اللغة الإنجليزية، في فهم أسلوب اللغة الإنجليزية بطريقة مبسطة
راجيا من الله لكم التوفيق والاستفادة من هذه المعلومات البسيطة اللي أنا بتعمد إن أنا ما أطيلش فيها حتى يسهل استيعابها وما يبقاش في ملل وزهق من المعلومات الكتير والكلام الكتير. شكرا لكم، راجيا لكم التوفيق، وإلى حلقات أخرى مع تحيات مستر أسامة، وإلى اللقاء في حلقة أخرى قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.